بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما متهنين بالستر والصحة كده، مبسوطين وفرحانين. النهارده فيديو روتين حلو قوي. هعمل معاكم الزبدة الفلاحي. طبعا انا عملت معاكم الزبدة كتير قوي، بس هعمل النهارده زبدة فلاحي، وهقور كده الكوسة والبتنجان. يعني روتين كده ان شاء الله يكون جميل قوي. وهعمل برضو محشي، وان شاء الله هتشوفوا المحشي كده ايه، هيفتح نفسكم كده وهيدفي. وهو ده المحشي، يا سلام عليه، اللي يدفي ويرم العظم كده في الشتاء. اليوم كله كان ما شاء الله، كان مشحون كله طاقة إيجابية يا جماعة. والله الفيديو جميل قوي، ويوم كده كان ممتع بصراحة، رغم ان انا تعبت قوي في اليوم ده، بس كان اليوم كله حلو قوي. همشي كده معاكم خطوة خطوة، وهنشوف التفاصيل بتاعت الفيديو. شايفين المحشي؟ يا سلام يا جماعة، والله طعم بجد لا يقاوم، بجد والله العظيم طعم رهيب رهيب. ودي الفراخ، طبعا الفراخ البيضة دي انا مربيها عندي تربية ايدي، يعني ما شاء الله. طيب هندخل بقى كده في الموضوع ده. كان معايا كمية زبدة، وكان معايا عندي لبن رايب كتير ما شاء الله، الخير كتير. كان عندي لبن راب وعليه الوش بتاعه، فبدأت أطلع الوش كده. يجيبوا لي بلاستيكية فيها لبن ويشيلوا يدخلوا، أشيل وشها وأعمل. وقعدت أعمل في الزبدة كده زي ما انتوا عارفين. طبعا الزبدة ديت زبدة جاموس يا جماعة، زبدة ما شاء الله، لبن جاموس صافي. سألت سؤال قبل كده، أسئلة كتير جدا جات لي على الموضوع ده، وطبعا أنا عاملة معاكم الزبدة، فمش محتاجين إن أنا أقول لكم الطريقة ده. أنا الفيديوهات كلها بتاعتي زبدة وجبنة قريش، وعايزين نغير شوية كده، نعمل شوية محشي كده وحاجات حلوة علشان نمنوع في القناة. سؤال كده جالي، وأنا برضك هعمل فيديو عليه، يعني إن هو اللبن إما بيعملوه بيكون أصفر. أنا يا جماعة ألف مرة أقول لكم، اللبن بتاع المزارع بيكون مخلط. اللبن المزرعة يا جماعة، لبن المزرعة، المزرعة بيبقى فيها مثلا عدد كبير من البهايم، وعدد يعني اللي هو الجاموس، وعدد برضو من البقر. بتاع العربية اللي هو بيجي ياخد، أو المعمل المتعامل مع المزرعة دي بيجي ياخد منه اللبن مخلط. عمر المزرعة ما بتطلع لبن بقر لوحده ولبن جاموس لوحده. ودي حاجة احنا في بلدنا ومجربينها، وانا عندي ولاد خالي ما شاء الله عندهم المزارع، واحنا عارفين الشغل بيطلع ازاي. هو بتاع المزرعة عمره ما هيفصل لك اللبن يقول لك ده جاموس وده بقر. هو بيديهولك على كده بالسعر اللي يتناسب مع البقر ومع الجاموس، يعني بيوسطن الموضوع او بيوسطن السعر، وبيتقاضى المبلغ مثلا اخر الاسبوع من المعمل، على اساس ان هو اللبن مخلط. يا حبيبتي لما تروحي تجيبي كمية مثلا 40 او 50 كيلو من مزرعة بيديهولك مخلط. حلو الكلام. فتبص تلاقي طبعا لا، اللبن مخلط. تيجي تشوفي تلاقي ان انا ضحكت يا جماعة، عشان اللي بتعدل لي الكاميرا عينها جت في الكاميرا. عينها جت بانت، فانا ما شلتهاش بقى، ربنا يستر ما يحصلش مشكلة من تحت راس الموضوع ده. فنرجع للكلمتين تاني، ان هو اللبن بيكون مخلط. تيجي تعملي الزبدة يا حبيبتي تطلع لك صفرة شوية، تيجي تسيحيها تطلع برضو صفرة. ما هي اللبن اصله مخلط يعني. دلوقتي انا بعمل معاكم بيتزا. زي ما انكم بتقولوا عليا دلوقتي، معلش استحملوني يا جماعة. انا قلبت من الزبدة، قلت كنت عاجنة حتة بيتزا، قلت اخبزها معاكم كده، وانا وانا قاعده بقول لهم ناولوني، وبعمل وانا قاعده. فالمهم يا جماعه يا جماعه الخير، لما تيجي بقى تجيبي اللبن زي ما انا قلت لك كده، بت... بيكون مخلط. بتيجي تعملي الزبده وبتسيحيها. الزبده اصلا بتبقى صفراء في التسييح، مش بيضه. وبعد ما تبرد بتلاقي الزبده ابيضت فتحت. هو ده اللبن المخلط او لبن الفرز عموما. ولبن الفرز برضو يا جماعة بيبقى الزبدة صفرة كده وانت بتسيحيها، مش خضرة بقى. ما هو الفرق الوحيد في الزبدة الترقيد اللي احنا بنعملها دهيت، اللي هي ما بتسيحها بتبقى مرملة وخضرة، وفي نفس الوقت برضو ريحتها ريحة وطعم برضو. لكن الفرز بتبقى اصلا بيضة خالص يعني. وبرضو مش اللون مقياس، بيرجع برضو للاكل. في ناس بتاكل خضرة، وفي ناس لحد الان البرسيم بيقول لك غالي. كانوا عاينين بقى شوية دريس، كانوا عاينين معرفش عندهم شوية ردة بتاع بيعلفوا من الاكل ده. فبرضو ماهوش مقياس قوي اللون. بس انا قصدي اقول لك ان اللبن بتاع المزارع هو كله بيبقى مخلط. فنرجع تاني ونقول، لو انت هتفتحي المشروع لازم تكوني بتجيبي من فلاحة، تكون واحدة ست نظيفة تجيبي منها، علشان لا تجيبي من مزرعة ولا تجيبي من معمل يديكي اللبن من غير خير. بيشيل طبعا المعمل بيدخل اللبن بيدخله الفرز.
اللبن بيدخل الفرز طبعا زي ما انا بقول لكم كده اهوت. القشطه بتتفرز لوحدها واللبن بيبقى لوحده. انا بقى طبعا حصلت لي تجربه كبيره قوي مع اللبن الفرز ده يا جماعه. انا طبعا بيجي لي فلاحين ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ويحملهم المال كده يا رب، اللهم امين. فالفلاحين دول بيجيبوا لي اللبن بتاعي، وانا يعني خلاص يعني احتياجي من اللبن بيجي لي الحمد لله وبفضل الله. فجت مرات اخويا ربنا يصلح حالها يا رب، فهم عندهم برضو بهايم، عندهم بقر وكده. فكانت بتبيع اللبن، قلت لها طب ما بلاش يا بنت تبيع اللبن وروبيه زيي. فعلمتها طبعا، هي طلعت شاطره زي انا اللي معلماها الشطاره. لا بضحك عليكم، هي بجد هي شاطره، هي جايه اصلا من بيت ابوها شاطره. المهم يعني فقلت لها خلاص انت انت روبي اللبن وبيعيه ترويب. فما كانش عندها كميه كافيه، فانا قلت لها قالت لي طب يا عمته هاتي لي والنبي من عربيه. جبت لها من عربيه. اول اسبوع اللبن كان حلو قوي. بعد الاسبوع ده اخد اللبن اديهولها، تقول لي يا عم ده اللبن ميه صفرا. يا بنت اسكت، تقول ده اللبن ميه. لغايه ما كانت والدتي عندي قلت لها ده مرات ابنك مش عارفه تروب اللبن. قامت قالت لي، قلت لها والله تلاقيها مش عارف تروبه والكلام ده. فطبعا طلعت ان انا ظلماها، واللبن كان فرز. انا جيت اللي عرفني بقى خدت 5 كيلو لبن. ال5 كيلو لبن دول دلوقتي يا جماعه، أنا سبت البتاعه اللي هي البيتزا اللي مندمجه معاكم وبقور دلوقتي الكوسه والبتنجان وكرنبايه كده صغيره كانت اصفرت بقى، يعني بقى لها كام يوم يعني، فقلت اعملها. المهم جت خدت 5 كيلو روبتهم. ابص يا بنات الاقي والله العظيم او يا ستات الاقي اللبن ميه، هو عباره عن ميه، هي بس حبيبات كده. اللبن اللي راب شويه حبيبات كده متنطرين. ال5 كيلو لبن هم فيهم ربع كيلو لبن رايب، ومفيش بقى لا وش ولا قفا ولا اي حاجه خالص، هو مفيش في اي حاجه. فجت وقفت العربيه بقى بتجيب لي كل يوم، فقلت له دي لبن، وريته اللبن. قال لي ازاي دي لبن قلت له دي لبن انت مديهولي. قال لي انت مش عارفه تستخدميه. قلت له مش عارفه ازاي. ورحت داخله جايبه له بلاستيكه من اللي انا مروبه، اللي انتوا بتشوفوني ما شاء الله بطلع الخير ده. قلت له ده اللبن اهو بتاع الفلاحين، ادى الوش بتاعه وده الخير، واللبن بتاعك لا عليه ما عليهوش اي حاجه خالص. فقال لي لا ده هو ده. طب غير لنا اللبن. يقول ما هو ده احلى لبن معايا. طب غير لنا طب غير اللي انت بتديهولنا من، يقول ده انضف لبن. لبن ابيض زي الشمع بس مفروز. فبعدها بقى برضو ما اكتشفتش وقتها كده ان يا ترى اللبن، انا قلت الراجل بيحط على ميه، والله العظيم اقسم بالله قلت الراجل بيحط على ميه. اتضح ان هو ولا ميه ولا حاجه، هو عنده طبعا معمل وبيفرز اللبن وبياخد الخير بتاعه، وطبعا بيوزع بقى بيوزع البتاع اللبن اللي ورا الفرز ده عشان بتبقى كتير عليهم. طبعا المحشي ده انا مش هعمله النهارده لان انا كده خلاص كان فاض بيا، وهحشيه بكره ومش هوريكم الطريقه لان انا خلاص كده حشيت وده تاني يوم. لان كنت تعبت قوي 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 وقمت بقى من بدري حشيت وطبعا النور كان قاطع. يعني انا لما جيت احشي النور كان قاطع اصلا. قلت له طب خلاص فرجوهم وخلاص على النتيجه. وكده كده انا حاشيه معاكم الورق العنب قبل كده في القناه، وحاشيه معاكم ما شاء الله المحشي المشكل. كان 5 انواع محشي. شايفين المحشي ما شاء الله طالع عامل ازاي، وشو زي ما انتم شفتوا في اللقطه اللي قبلها الحله طالعه كده مع انها حله المونيا، بس بسم الله ما شاء الله مفيش واحده لازقه، اللي هي واحده بس كانت لازقه وانا شلتها. وعموما انا اصلا بحب الارضيه. ودي الفراخ يا جماعه اللي انا مربيها في بيتي، واديتها كده بعد ما اتسلقت، انا سلقاها عادي، اديتها كده لون كده في الفرن مع معلقه صلصه، كانت تحفه والاكل كان رهيب. بالله عليكم يا شيخه ان كنتوا جيتوا لغايه هنا لا تحطوا لي لايك، كلكم بالله عليكم لا تحطوا لي لايك بقى للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الفيديوهات اللي جايه احلى واحلى، وانتظروني. بس دايما حطوا لي لايك على فيديوهاتي كلها، ان كان اجبان او فيديوهات طبيخ. مع السلامه يا حبايب قلبي.